السلام عليكم، مرحبا بكم في دار الكتاب والسينما. اكيد شي لحظه في حياتك ولا لحظات ولا ديما كتسائل على الموهبه، حيت كلنا باغي نكونوا شي حاجه. كل واحد باغي يحقق الحلم ديالو، ها اللي باغي يكون رجل اعمال، ها اللي باغي يكون مشهور، رياضي، نجم سينما، تمثيل، اي مجال. باغي داك النجم ديالك يسطع ويطلع للفوق ويطلق الانوار ديالو وتولي واعر في المجال ديالك. كتسالوا على الموهبه، واش ديك الموهبه هذاك السيده ولا داك السيد واش ورثها ولا هي شي واحد طورها؟ هذا الكتاب كيجاوب على هذا السؤال هذا وكيفك اللغز ديال الموهبه. اهلا بكم. وقبل ما ندخلوا في هذا الموضوع هذا ما تنساوش عفاكم دعمونا بالاعجاب وكتابه التعليق والبارطاج. داميان كويل كتب هذا الكتاب هذا، هو في الحقيقه عمل رائع. كتب هذا الكتاب كيجاوب على السؤال اللي كاين في الكتاب. العنوان ديال الكتاب The Talent Code، يعني شفرة الموهبة. وتحت العنوان ديال الكتاب دير واحد الجملة بالإنجليزية، كاتب Greatness isn't born, it's grown. Here is how. تقول لك اودي العظمة راه ماشي كتزاد معك، كتكبر، يعني مكتسبة. ها كيفاش؟ الكتاب بالفعل كيقول لك ها كيفاش، وكيجاوبك في النهاية ديال الكتاب الكاتب على السؤال ديال الموهبة. واش هي شي حاجة موروثة ولا شي حاجة حنا كنكبروها وكنطوروها بمعنى انها مكتسبة؟ هنا كيمشي على جوج ديال الطرق. كيمشي بالطرق ديال علم الاعصاب وشنو كيطرا في الدماغ ديالنا، وكيمشي على التجارب البشرية. بالنسبة لهذا الشيء اللي كيطرا في الدماغ ديالنا، تيقول لك ان راه السبب علاش حنا كاين فينا الناس الواعرين، الرسامة، الفنانة، الرياضيين، الناجحين في كل المجالات، تيقول لك كاينه واحد المادة سميتها المايلين. هادوك الناس حيت كيخدموا عقلهم بزاف، كيفكروا كينتجوا كيحاولوا يطوروا الخدمه ديالهم، والمثابره ثم المثابره، ديك الماده المايلين عندهم كثيره في الدماغ ديالهم. شنو هاد الماده المايلين وشنو كدير؟ المايلين هي اللي كتجمع الخلايا العصبيه في العقل ديال الانسان، وكيشبهها الكاتب بداك الغلاف ديال داك البلاستيك اللي كيكون داير بالسلوكه. حيت بالفعل الدماغ ديالنا بحال فيه السلوكه وفيه الاشارات الالكترونيه كتمشي وكتجي، الاوامر اللي كيعطيها الدماغ عن طريق الجهاز العصبي الاعضاء ديالنا كلنا، حرك يديك، حرك عينيك. فهاد العمليه كلها المايلين كتضمنها وكتخليها مزيانه وكتطورها وكتخلي داك الاتصالات بين الخلايا تمشي مزيان لو كان ديك الماده اللي كتجمع الخلايا العصبيه قويه. فكل ما قوى داك البلاستيك اللي شاد السلوكه، كل ما كان السلوكه خدامين مزيان وفي امان. كذلك العقل ديالنا. تيقول لك الكاتب كيفاش كتطور هاد الماده ديال المايلين؟ تيقول لك عن طريق التدريب العميق، اشعال روح الشغل والمثابره، يعني الخدمه. اذن كاين هنا في العقل ياك. والكاتب مشى تسارى في العالم، صار ما يسمى بالتالنت هاتبيد. شنو هي التالنت هاتبيد؟ اللي هي مكامن الموهبه. حيت كاين شي مناطق في العالم كتعطينا اوعر الناس، والكاتب كيعطي امثله. تيقول لك مثلا البرازيل عطانا اوعر الكواريه في التاريخ، ولدرجه انه ملي كيبان شي فريق في شي بلاصه تيقول لك هذا هو البرازيل ديال هذه البلاصه، هذه هي البرازيل. علاش؟ حيت البرازيل عطاتنا اللعابه ديال الكره. وتمشي لمدينه فلورنسا في الطليان، واللي في عصرنا هذا عطاتنا اكبر الفنانين والعلماء والرسامه، مايكلانجيلو، غاليلي، ليوناردو، اللي بغيتي خرجوا من مدينه فلورنسا. وتيقول لك علاش هاد المدن، علاش هاد البلاد، علاش هادو واعرين في الكاراتيه، علاش هادو الكره كذا. كيمشي وكيشوف علاش، وفي الاخر غيكتشف ان الموهبه ما كتوردش، ما كايناش شي حاجه تبارك الله عليه. لا. مايكل انجيلو كان تيقول الناس اللي معجبين بيا وتيقولوا لي واو انت نحات، لو كانوا كيعرفوني شحال ديال الوقت كندوز
وانا كنتدرب وانا كنخدم، ما غاديش يتعجبوا من هذه الاعمال العظيمه اللي درت. هنا شنو كيقصد مايكلانجيلو؟ ما كيتكلمش على الموهبه، ما كيتكلمش على شي حاجه نزلت عليك من السماء، تيهضر على المثابره والخدمه والتفاني في الخدمه، ولا شيء الا الخدمه. يعني ديك الساعات والايام والاسابيع والشهور والسنين ديال التدريب العميق والممارسه العميقه. الكاتب تيركز على شي حاجه سميتها التدريب العميق والممارسه العميقه، انك في داكشي اللي كتبغي ديرو ما تبقاش سطحي، خاصك تمشي للعمق وتدوز الوقت بزاف، وديما حاول تطور الخدمه ديالك. الكاتب خرج من ديك المنطقه الراحه، كيسميها الكامفورت زون. خرج من منطقه الراحه، ما تبقاش غير مرتاح، ما تبقاش عطاها غير النعاس، عطاها غير الراحه. شنو كيخص منطقه الراحه؟ ما تيقش زعما راك مرتاح 24 ساعه، لا، انت مرتاح لداكشي اللي توصلتي ليه وما باغيش تطورو، وما باغيش تكتشف حوايج اخرى، وما باغيش تطور المعارف ديالك، ودائما التعلم المستمر. الكاتب كيهضر على التعلم المستمر، فتيقول لك خرج من منطقه الراحه وسير لواحد المنطقه كيسميها منطقه التمدد، وحاول ونوع من المعارف ديالك، وزيد جبد ديك المعرفه ديالك. كيسميها هو ستريتش زون. ستريتش كتعني التمدد، بحال دوك الحركات ديال ستريتشين ملي كتجي وكتمدد العضلات ديالك. هادشي اللي كيقول الكاتب الناس خصهم يديروا. خرج من منطقه الراحه وسير لمنطقه التمدد. الكاتب كيركز على شي حاجه سميتها ماستر ترينين، يعني ان هذاك الانسان اللي غيدير بك التدريب خص يكون واعر في المجال ديالو، وباغي لك الخير، وباغيك توصل لقدام، وتيقول لك العيوب ديالك. كيهضر بزاف على هذاك المدرب المحترف. يعني الا انت كتامن بان خاص شي واحد يعاونك وانت محتاج للتدريب، سير عند الناس الواعرين، ما تمشيش عند شي حاجه فابور، ما تمشيش عند شي واحد يلاه بدا البارح، نو، سير عند الناس المتخصصين، المشاهير اللي ابدع في المجال ديالو، وتا واحد ما قدو. هذاك هو الانسان اللي خصك تمشي عنده، وهذاك هو اللي غادي يوصلك فين بغيتي. ماشي ضروري يكون انسان قدامك، ممكن يكون اونلاين، ممكن يكون كتوبه، العلم اللي خلاه، المحاضرات اللي دارهم. المهم تمشي للمصادر المجهده، ماشي عند ايها الناس. الكاتب في ديك الطريق اللي غتشدها ديال التعلم كيعطيك 3 ديال الخطوات المجهدين. تيقول لك اودي بعدا شد هذاك المجال اللي كتعلم وقسمو، ما تمشيش تاخذ كل شيء في دقه واحده، نو، حاول تعرف كيفاش تقسم الاشياء. يعني اليوم ندير كذا، اليوم ندير كذا، اليوم ندير كذا. فالقضيه قسمها، ما تاخذهاش كلها في دقه واحده، والا غادا تقضي عليك. اذا قطع داكشي اللي كديرو الى اجزاء. يهضر على التكرار، انك داكشي اللي كديرو كررو باش تولي محترف فيه، باش هكا تحفظو ويجيك ساهل بالزربه. 1 2 3 تنفتيها، لكن ما تيقولكش بقى تما، تيقولك بدا تصعبها بالتدرج. وهنا دائما كيقولك الكاتب طيله التعلم، طيله الممارسه، كتخرج من منطقه الراحه وكتمشي ديما ديك منطقه التمدد، انك داكشي اللي تعلمتي ليه واللي تعرفو فانت وليتي مرتاح. تيقولك الكاتب لا، ما تحبش هنا، سير للمستوى اللي هو صعب. يعني ديما سير لداكشي اللي صعب، وملي كتوصل لهداك الصعيب كتزيد عاوتاني تقسمو باش هكا تجيك القضيه سهله. ديما قطع وفكك وشد وتعلم الحاجه كل طرف على حده، ومن بعد تجمع كلشي. منين تولي ماستر، يعني تولي واعر فيه، سير عاوتاني المستوى اللي هو اصعب. الكاتب كينطلق لواحد الحاجه سميتها الشعور. تيقول لك اودي راه من اسباب النجاح في المجال ديالك داكشي اللي كديرو خصك تحس به. هنا شنو كيقصد الكاتب؟ كيقصد كتحس واش انت كتعطي، واش كتطور. يعني شعر بالقدرات ديالك في داك المجال. انت ماشي غير كديرها، خصك تحس بها وكتعرف فين وصلتي، وشنو هي الطريق اللي دوزتي، يعني شنو تعلمتي، شنو جمعتي ديال المعارف. تيقول لك ضروري انك تكون كتشعر بداك الشيء اللي انت كدير. علاش خصك تكون كتشعر؟ لان انت خصك تكون كدير راسك التقييم المستمر. ديما كدير راسك التقييم المستمر، وكتعرف فين وصلتي، وكتعرف شنو ناقصك،
وحدود القدرات ديالك وكيفاش انت تحدى راسك. الا ما كنتيش كتشعر بداك الشيء اللي كديرو ما يمكنش تحدى القدرات ديالك انك تنطلق للمرحله اللي هي اصعب. علاش؟ لان ملي كتكون كتشعر بداك الشيء اللي كدير كتعرف شنو هي الامور اللي خصك تعدلها وتغيرها باش تحولها الى افضل. بدون شعور ما يمكنش تحس بها. عندنا الممارسه العميقه، كتقسم داك الشيء اللي كديرو وكتركز عليه وكتحاول تشعر به. وعندنا شي حاجه سميتها اشعال الرغبه. الكاتب كيتكلم على اشعال الرغبه، وعجبني المصطلح اللي كيستعملوا بالانجليزيه هو الاغنيشن. تيقول لك اغنايت. الاغنيشن هو داك الكونتاكت ملي كتشعل الطوموبيله، كتشعل فانت اشعال الرغبه. ضروري خص تكون عندك رغبه من الناس صحابك من عائلتك، هما اللي كيديروها هما بسببهم كتكون ديك الرغبه. ولا الرغبه ديالك في تقليد العظماء، ضروري انت تشعل ديك الرغبه باش تكون انت عندك المحرك ديال عقلك وديال الجسم ديالك نايض، كاينه حركه. ضروري اشعال الرغبه. الا ما كانش اشعال الرغبه كما قلت من حواليك، حيت بغيتي تميز، حيت بغيتي تقلدهم، حيت بغيتي انت اثبات الذات وتقول لهم راني ماشي انا اقل منكم، انا راني بحالكم نقد نكون اكثر منكم، اولا عن طريق تحدي الاخرين، ولا بغيتي تكون بحال دوك المشاهير. الا ان اشعال الرغبه مهم. حتى واحد ما غيشعل، انت خصك دير هكا وتشعل ديك الرغبه. يعني بحال داك الانسان فيه النفس، كتشوف ناس كيديروا كتقول نو حتى انا خصني ندير. فاشعال الرغبه شي حاجه مهمه جدا في حياه ديال اي واحد اللي باغي يطور ويبني شي حاجه ويكبر شي حاجه سميتها الموهبه. التدريب الخبير واشعال الرغبه والممارسه العميقه، هذه هي 3 ديال الركائز ديال تطوير الموهبه. الموهبه الكاتب كيقول ما كايناش شي حاجه سميتها هكا موهبه. ملي كنقولوا انسان موهوب كأن جاتو هبه ولا شي حاجه نزلت عليه، هذا غلط. ما كايناش شي حاجه سميتها غير هكا موهبه، نو. كاين تطوير الموهبه، كاينه موهبه مكتسبه وخدمتي بزاف ودرتي جهد كبير ومشيتي عند ودرتي الممارسه العميقه وركزتي على هادشي اللي كدير وشعلتي الرغبه والممارسه وخدمتي. الكتاب كله كيدور على المجهود ديالك انت، المجهود الفكري، المجهود الجسدي، الاوقات اللي كدوزها في التدريب، كتصنت المعلم. يعني انت خصك تكون جيد ويكون وقت جيد بمعنى دوزتي الوقت، ويكون معلم جيد كما قلت، سواء الكتاب سواء اونلاين سواء المحاضرات، ماشي ضروري يكون قدامك. هاد العناصر كلها هي اللي كتطور القدرات ديالك. اما الكاتب فمن الظهر ديال الكتاب من الغلاف راه كيجاوب عليها، تيقول لك greatness isn't born. اذا كنتي كتسائل على الموهبه واش هي هبه غير كتنزل عليك من السماء، لا، تيقول لك الكاتب it's grown يعني ربيتيها ولا كبرتيها. بحال كما كتزرع البطاطا ولا كتزرع مطيشه وكتشوف بلا الورد وكتشوف داكشي كيكبر، هاكا كتسقيه وكتعتني به. تيقول لك الكاتب الموهبه grown، كتكبرها فيك وكتنميها وكتطورها. اذا شي حاجه مكتسبه وماشي كنتزادوا بها. كما قال الكاتب هيريزها، ها كيفاش غادي نشرح لك. فاللي بغى يعرف شنو هي قصه الموهبه وحقيقه الموهبه وكيفاش تطور شي حاجه سميتها الموهبه، ضروري قراءه هذا الكتاب. في الحقيقه من احسن الكتب اللي تكتبوا في مجال التنميه الذاتيه. اخيرا كنطلب منكم نتوما تقولوا لي شنو استفدتوا من هذا الكتاب هذا. واهم حاجه الله يخليكم كتبوا الاجوبه ديالكم على الموهبه. واش الموهبه بالفعل هبه كتنزل عليك، ولا الموهبه شي حاجه كنكبروها وكننميوها فينا، يعني شي حاجه مكتسبه. كنشكركم على المشاهده، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.